في كرة مشتركة بينه وبين إمام عاشور مفيش بينهم أي مشكلة، الراجل دخل وما قطعش الكرة وكانت فاول لإمام عاشور. بص على رجل الشيبي التانية هتلاقيها راحة فين؟ راحة في ركبة إمام عاشور. اللاعب ده مؤذي جدا. انت دخلت على الكرة برجليك اليمين وما جبتهاش، ايه فايدة انك ترفع رجليك الشمال في ركبة اللاعب امام عاشور اللي مفيش بينك وبينه اي حاجة؟ طب سيبك من امام عاشور. دي كرة تانية بينه وبين كريم فؤاد، الراجل داخل عادي، لا مش عادي، داخل على رجل كريم فؤاد وهنعديها وهنعتبر ان ده تدخل عادي. عايزك تركز بقى بعد ما وقع كريم فؤاد، ركز في الرجل التانية بتاعت الشيبي راحة فين. راحة في ظهر او في جسم كريم فؤاد. انت لاعب مؤذي بطبعك، انت بتضرب وخلاص، يعني الكرة بص فين وانت بتضرب فين، محدش يقول لي انه كان داخل على الكوره. وده طبعا حسين الشحات كان مخضوض جدا من الكوره دي، لانه لولا ستر ربنا حسين الشحات كان هيبطل كوره. زي ما انت شايف الراجل داخل على ركبته، داخل يكسر، اقسم بالله ما قاصد اي حاجه غير ان هو يكسر حسين الشحات. المشكله ان بعد كل ده وبعد ما خد الطرد مصمم يروح لحسين الشحات